السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وبركه. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الشهيوه اللي كتوجد معنا في وقت قصير، شهيوه اللي صراحه غزاله لذيذه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. هنايا عندي صلصه ديال مطيشه او لاصوص مطيشه اللي كانت عندي من قبل في الثلج. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. صلصه لمتعدده الاستعمالات، كنحتاجوها في لاصوص، في مقارونيه، كنحتاجوها هكا مع هاد الطويجين، هكا كنحتاجوها في بيتزا. يعني صلصه متعدده الاستعمالات غادي تنال الاعجاب ديالكم. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. عندي كذلك كفيته اللي ماشي ضروري، كاينه مرحبا، ما كاينه صافي نقضيو بالبيضات. وكذلك غادي نسمهم بشويش ديال الربيع او الربيع والمعدنوس. غادي نحاول اني نخلطهم جيدا مع شويش ديال الملحه، وغادي ندوز باش نديرهم فوق داك لاصوص مع الكفته بهذا الشكل هذا. صدقوني شهيوه اللي كنسميها انا شهيوه ديال نص الليل. صراحه ملي كنتحنسر في الليل وكيبقى يجي لي الجوع في الليل، فهذه الوصفه اللي كنعتمد عليها. هنايا كذلك عندي فروماج احمر، يمكن لكم ديروا، يمكن لكم تستغناو عليه الا كان موجود، الا كان كاين. صراحه اللي هاد الوصفه غزاله، وصفه اللي كنسميها وصفه ديال جوع الليل. كيجيني الجوع في الليل، هذه هي الوصفه اللي كنقضي بها. كيكون عندي لاصوص كاينه عندي في الفريغو او في الثلج، ايوا بيضات خلاص راه كاينين، وكنقضيو الغرض. كانت الكفته تبارك الله، ما كانتش ماشي مشكل، نقضيو بداكشي اللي كاين. صراحه الوصفه كتجي مزيونه بزاف وخفيفه، دغيا كتوجد معنا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وانا غندير لكم موعد ان شاء الله في الفيديو القادم.